اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، اللي هعمله النهاردة ده الطلب مني. هعمل ايه؟ هعمل طعمية النهاردة الاتنين أول حاجة، واحنا صايمين. وانا مبسوطة عشان في متابعين قالولي في الكومنتات احنا يا ام احمد هنصوم زيك يوم الاتنين بكرة على النهاردة. فانا مبسوطة. فيلا بقى خلاص الايام دخلت علينا اهو، قبل شهر رجب ما يجي يبقى كله بدء الصيام. عشان ايه؟ نبقى كلنا مشجعين بعض وايام حلوة وندعي ونستغفر ونصلي على الرسول وصيام وعبادة وحاجة كده ما شاء الله يعني. عملت فول عشان اعمل دماسة، وهنا فول مدشوش عشان اعمل طعمية. حطيت على الفول المدشوش ده حمص. بصوا شفت الحمص اللي بنحط منه على الكشري ده؟ حطيت منه شوية يبقى شوية فول وشوية حمص. هنعمل احلى طعمية ان شاء الله. غسلت الفول كويس وخليته زي الفل. حطيت عليه كمية مية. بعد كده شوية كده هبص الاقي نزل لون اصفر تاني، هغسله كمان مرة كمان. بعد كده احط عليه مية تاني. وهنا علقت الدماسة اهو. عملت الفول وحطيت عليه شوية فول من اللي انا هعمله طعمية زي ما قلتولي قبل كده، ومعلقة عدس وعصرة ليمونة ومعلقة كركم. وهولع عليها البوتاجاز تغلي واهدى عليها. والفول اللي انا هعمله طعمية انا حطيت عليه مية سخنة، عشان دلوقتي كان خلاص الوقت ما كنت هعمله. كانت الساعة 10:30 الصبح، وانا عايزة كنت المفروض بلته من بدري عشان يدوب كده ويتعامل معانا ايه بسهولة. فقلت مفيش مشاكل لما انزل عليه بمية سخنة ان شاء الله يبقى حلو. والحمد لله. نقعته شوية في المية السخنة وبعد كده غسلته وحطيته في مية ساقعة تاني، بقى جميل وحلو وطلعت احلى طعمية هتشوفوها معايا دلوقتي. وهحكي لكم قصة الطعمية دي طلبت مني ازاي. هنا جبت خس وجبت جرجير وجبت بصل اخضر، وبدأت ان انا انضفه معاكم عشان الوقت ده كنت هطلع فوق عند الطيور. فقلت خلاص انا هنضف الخضار ده بالمرة عشان اخده معايا فوق، احطه للطيور والباقي ده اغسله واخليه زي الفل. تعالى يا مون، تعالى. استنى افتح. بس كده رحت غسلت الخضار بعد ما طلعت اللي هطلعه للطيور. بعد كده غسلته وخليته زي الفل. وايه الطلب مني الطعمية ازاي هقول لكم. متابعين من امريكا يا ام احمد احنا عايزين تعملي لنا طعمية عشان هو يعني. بص هحكي لكم اللي اتقال في الكومنت. المتابعين متابع من مصر من القاهرة وعايشين في أمريكا، وهم مولفين على الطعمية عندنا هنا أو فلافل زي ما تقولوا قولوا. فعم يعملوها في أمريكا أو مش بيعملوها مش عارفة، المهم على زي ما فهمت الكومنت بحكي لكم. فهم عايزين الطعمية عندنا هنا أنا أعملها عشان هم يعملوا زيها. فما فيش مشاكل، احنا كده كده بنعمل طعمية على طول يعني. فقلت خلاص حتى انا هكتب لكم في العنوان ما تستغربوش من العنوان يعني بتاع الفيديو. فرحت بقت ايه، غسلت بطاطس، قشرتهم وغسلت وعملتهم مكعبات صغيرة علشان هسلق بطاطس. انا مش هعمل بطاطس مقلية وبدنجان مقلي وطعمية وحوارات في الزيت كتيرة، لا صايمين. فاحنا عايزين ما يبقاش كل حاجة زيت علشان خاطر ايه كده يعني يبقى فيه طاقة شوية، فاهمني. فقلت هعمل بطاطس اسلقها وبعد كده اهرسها في سمنة بلدي زبدة. هنا كنت غسلت الخضار اهو كمان، وكنت غسلت بدنجان وعملته زي ما انتوا شايفين وحطيت عليه رشة ملح. بص المية اللي نزلت منه وعلشان خاطر لما اجليه في الزيت ما يشربش الزيت معايا. ان البدنجان في الشتاء بيبقى فيه مية كتير عكس الصيف. شوف شوية الصغيرين الخضرة دول كزبرة وعودين بقدونس وعودين كرات علشان خاطر نحطه على الطعمية. كل حاجة كنت مجهزاها ومخلياها. انا عندي جبنة في التلاجة، والنهاردة لقيت حد بينادم عليا، جماعة قرايبنا جايبين لي زبدة وجايبين لي جبنة. متشكرين يا حبايبي. كنت في الوقت ده هفتح الفيديو عشان ابدأ ان انا اجهز الفطار اللي هو ايه. قلت يلا بالمرة نفرج المتابعين جالنا خير النهاردة، جبنة وزبدة. وربنا يقدرنا على الجمايل بتاع الناس حبايبنا وجيراننا ونرد اي حاجة من اللي بيعملهم معانا.
رحت قلت خلاص انا مش هطلع زبده، كنت هطلع زبده من الفريزر علشان اعمل منها البطاطس واعمل منها الفول. قلت خلاص هعمل من اللي جات. وبرضو كانت النهارده برضو جات اخت جوزي قعدت شويه، جابت معاها برتقان وجابت معاها موز. قلت بسم الله ما شاء الله الخير كتير، وربنا يخلي الحبايب يا رب. ولما لقيت فيه يعني ايه فاكهه وكده، موز وفي برتقان واحنا عندنا جوافة، كنت هعمل حاجة حلوة جنب الفطار النهاردة، حلويات يعني. قلت خلاص احنا نعمل عصير جوافة وهو في فاكهة، علشان خاطر ايه ما ناكلش حلويات وناكل الاكل الشعبي ده معاه عيش كتير، وبعد كده الموضوع ما يكونش احسن حاجة. انا بحب لما اكون بحب انظم شوية في الاكل، فاهميني ازاي؟ يعني عاملة أكل خفيف، غدا أو فطار لو كنا صايمين عادي، لو عملت صينية حاجة حلوة جنبي. لكن أكل شعبي زي ده وعاملاه وهناكل فيه عيش، مش فيه شوربة ولا فيه رز ولا كلام من ده، كل حاجة هتتغمس بعيش. فما بحبش أعمل إيه صنف حلويات، عشان كده الموضوع هيبقى كبير وهنتخن، والجو شتا دلوقتي، فاحنا نحافظ على الوزن. هنا جبت الفول، خدت جزء منه، مش هعمل الفول كله طعمية، هاخد شوية منهم، نزلت عليهم بفصين 3 توم ونص بصلاية، والخضرة اللي قلتلكوا عليها، عودين كزبرة وعودين كرات وعودين بقدونس. وهعمل الكمية دي على الجد الفطار النهاردة، والباقي هحطه في كيس واحطه في الفريزر. وقت ما هعمل طعمية اخد الكيس على المطحن على طول بتاع الخلاط واعمل. لكن انا ما بحبش اشيل الطعمية عجينة، علشان خاطر بتفرغ الهواء اللي فيها في الفريزر، وبعد كده ايه مش بتكون احسن حاجة. فانا بشيلها فول وخلاص. هنا حطيت مع الفول اللي نزلت بيه في المطحنة شوية مية عشان يمشوا الدنيا معايا والفول يتحول طعمية بسهولة. المطحنة دي بتاع البهارات عادي مفيش مشاكل، حجمها حلو وتشيل اي حاجة، فسواء اعمل فيها عصير طماطم، سواء اعمل فيها اي عصير، اعمل فيها الطعمية زي ما انتوا شايفين اهو. عشان الطعمية تبقى النتيجة حلوة معانا اصفيها. شفتوا الغربال اللي بننخل بيه الدقيق؟ هو ده، احط من تحت منه طبق وانزل بعجينة الطعمية تصفي المية اللي احنا نزلنا بيها مع الفول. في مرة تانية هعملها، هحط مية؟ لا، هاخد المية اللي نزلت من المرة الأولانية في الطبق وأنزل بيها على الفول ده وأعمله في الخلاط على طول. احتاج شوية مية هزود، ما احتاجش خلاص. هنا كنت بدأت ان انا رفعت الغربال ده، وبدأت ان انا لقيت المية اللي نزلت خلاص اهي، هاخدها على الفول على طول زي ما انتوا شايفين. لكن انا احط مرتين مية وتبقى كمية مية معايا ملوش اي لازمة اهو. كده عملت طعمية جميلة وحلوة وسهلة وسريعة وما خدتش وقت معانا. ممكن تعملوها في اقل وقت. انا ممكن اللي خلاني اخرت وطولت علشان كنت عاملة كذا وصفة يعني، ومن بدري كنت معلقة على دمست الفول زي ما شفت، ولعت عليها وخلاص. بدأت ان انا بعد ما غسلت مواعين ومسحت البيت وعملت كل حاجة ورايا، دخلت المطبخ على طول ان انا ابدأ اجهز الطعمية. نحط عليها كزبرة وكمون ورشة ملح وكده تمام وزي الفل. حابين تحطوا 7 بهارات يا دوبك على ربع المعلقة صغيرة ماشي، مش حابين خلاص. هي مش ليها اي حوارات ولا اي حاجة في البهارات بتاعتها. اتحولت معانا بقت جميلة، والمية اللي احنا زودناها مع الفول نزلت. وهنا كنت جليت البدنجان من بدري، في مكان الزيت اللي جليت فيه البدنجان هعمل فيه الطعمية. جبت صينية وحطيت عليها قطعة طعمية، واحط عليها رشة سمسم علشان هعمل طعمية صوابع. نعمل شوية مدورين وشوية صوابع، تبقى هشة وجميلة، تبقى طعمها حلو في الأكل. أيوة هي العجينة واحد مفيش مشاكل، بس يعني ايه بنغير في الأشكال بتاع الطعمية. مرة طعمية شكلها صوابع كده يعني جال كفتة يعني ومرة طعمية مدورة كده. فأنا فردت قطعة الطعمية اهو على الصينية وبالسكينة، وهبدأ أحدد على زي ما انتوا عايزين تكبروا صباع الطعمية تصغروه براحتكم اهو. الزيت ما يكونش سخن جامد علشان ما تاخدش معانا لون، ويبقى قلب الطعمية ني، وفي ايه مش احسن حاجة، ما تكونش هشة كده وخفيفة
اهو زي الفل، مفيش اي مشاكل. يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. ممكن تعملوها بدل ما هتعملوا على صينية تعملوها على ايديكم، بس تخلي بالكم من السكينة. قطعة العجين نكون مصبرين ايدينا كويس، وناخد قطعة العجين على ايدينا ونروح عاملينها على طول صوابع برضو بالسكينة، مفيش مشاكل. نعملها دواير زي ما تحبوا. انا حبيت اوريكم، وانتوا اللي تحبوه اعملوه. عملت مرتين علشان تاخدوا بالكم. انا في الوقت ده كنت موطيه البوتاجاز النار علشان خاطر اول ما اخلصهم كلهم بعد كده اروح معليه النار، مش عليها على اخر المعجول برضو. شفتوا بقى الطعميه بقت لونها جميل وحلوه، والزيت نضيف زي ما هو، ولا فكت ولا جرى لها اي حاجه. اقلبها على كل ناحيه شويه، بعد كده اشيلهم على مصفى، وبعد كده يتصفى من الزيت. هي اصلا مش بتكون شاربه زيت خالص، معموله بالطريقه الصح مش هتشرب زيت معانا. نخليها في المصفى دي اللي انا هطلع بيها شويه، وبعد كده احطها على مناديل مطبخ. وما تحاولوا لما تكونوا بتعملوا طعميه ما تكتروش الخضره فيها علشان ما تغمقش ويبقى لونها غامق، ولما تنزل الزيت هتبقى محروقه كده، مش لونها حلو خالص. هي تحطوا المعجول، ولا هنقلل ولا هنكتر، حطوا الحاجه المعجوله. هنعمل كام واحده دواير كمان اهو. او جراس يعني، اسمه بتقولوا ايه، دواير ولا جراس طعميه، ما علينا. بصوا، لما سألتوني على الفراخ دي عمرها كام يوم، انا ما كنتش رديت في الكومنت، مش هعرف. مش بصوا، هيبقى كلام كتير ومش هتفهموني. هقول لكم عمر اللي انتوا شفتوها معايا امبارح 3 شهور. بس انا الاول بدأت وكلت علف شوية حوالي شهر، وبعد كده بقيت اخلط علف مع تشيش واوكل. واللي عنده طيور دلوقتي فراخ ساسو الحمرا زي ما قلت لكم قبل كده، حاولوا تهتموا بيهم واخلصوا منهم واذبحوهم، لان بيبقى مناعته ضعيفة في الشتاء ومش يكمل. فانا الحمد لله جبتهم بدري بدري وذبحتهم بدري بدري الحمد لله. قاعد عندي شوية لسه بس اهو، على الله مخليه بالي معاهم. لكن اللي شفتوه معايا ده كان عمره 3 شهور. ان هو اصلا الفراخ الحمرا دي الساسو دي بتكبر جوام زيها زي الفراخ البيضة. ايه رأيكم في الطعمية وشكلها؟ بص رصتها رصة حلوة ازاي عشان تعجب المتابعين. اهو عملت شوية مدورين وشوية كفتة وصوابع. بص اكسر لكم، بصوا ايه رأيكم؟ هش وجميل، ما فيهوش قطع عجين من قلبه. حلو 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 خالص. كانت جميلة. جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. كنت هقسم لكم واحد من اللي هو مدور، قلت لا عشان ما نبوظش شكل الرصة، هما كده وصلت لهم الفكرة. خليهم هزين بهم الطبق يبقوا مرصوصين شكلهم حلو يعني. كنت بوريكم ان هو هش ومنفوخ وجميل، لكن مش هقسمه عشان يبقى محافظ على شكل الحلو ده. هنا كنت طلعت كيس. الاول هنعمل هعمل، جبت قطعة زبدة علشان خاطر هعمل البطاطس. البطاطس كانت سلقت من بدري وطفيت عليها. انا نزلت بقطعة الزبدة اخد طلبي منها والباقي هشيله. الزبدة دي قطعة جاموسي وقطعة بقري عشان ما تتخضوش، يعني لون ابيض ولون اصفر لا. البيضة دي زبدة جاموسي والصفرة زبدة بقري. بس يا مودي. خلاص طلعت كمية البطاطس زي ما انا عايزة، واللي قاعد هحطه في التلاجة في اي وقت. ممكن انا البطاطس المسلوقة دي بحط عليها ملح وكمون واكلها كده من غير اي حاجة. فانا احطهم في التلاجة زي ما يتعمل معهم يتعمل بعد كده، وخدت على قد ما احنا هنفطر.
طبعا البطاطس المسلوقة معروفة، رشة كمون ورشة فلفل ورشة ملح وكده بقت تمام وزي الفل. كنت طلعت كيس جوافة من الفريزر علشان خاطر يفك، عشان نعمل عصير. اعمل لكم عصير جوافة طعمه هيكون جميل ان شاء الله. هضيف له حاجة يعني تاني، ممكن تقولوا ما العصير هو عصير، لا هضيف له حاجة حلوة دلوقتي، يعني مش حاجة حلوة قوي يعني، بس هتخلي طعمه جميل. البطاطس لما تكون مستوية على طول هتتهرس معانا بسهولة، شوكة معلقة اللي موجود هنهرس بيها بسهولة، مش لازم هرسة بطاطس يعني وكده. هنا كنت هعمل ايه تقريبا، كنت هعمل العصير. نزلت بكيس العصير وهنزل عليه بعلبة زبادي. علبة الزبادي دي بتخلي عصير الجوافة كده حاجة ما اقولكوش على الجمال. لو حابينها عصير ايه ده، زبادي، علبة الزبادي. لو حابينها علبة زبادي فراولة ماشي، زبادي عادي زي ما تحبوا، شوية سكر وشوية مية عملنا احلى عصير معانا. هنا هقول لك هعمل ايه تاني. بصوا، طبعا حماتي جايه تفطر معايا، ما ينفعش حماتي تيجي تفطر واكلها اكل شعبي، بس هي طبعا عارفه وبتحبه، لان مش دايما ايه بنعمل الاكله دي، يعني كل ممكن اسبوع مره وكده. فرحت قلت انا عندي فراخ في التلاجة من امبارح، فرحت طلعت خدتهم وشلت منهم، سحبت العظم اللي فيهم وخليتهم قطع زي ما هم، مع قطعة زبدة، واعمل لها احلى سندوتشين بألف هنا ليها تفطر بيهم. فلما جت وقاعدة احكي لها فجايت لا لا انا هاكل زي ما انت هتاكل، انا مش عايزه اكل فراخ، انا بحب الشعب. قلت لها لا هتاكل السندوتشات دي عشان انت بتاخدي ادويه وكده، علشان خاطر ما تتعبيش. عملتهم كان طعمهم جميل وحلو، في قطعة زبدة ورشة ملح ورشة فلفل صغيرة، واديتهم ايه تحميرة كده على السريع، وحطيت معاهم قطعة بصلاية، بصل اخضر خدت قطعة صغيرة عشان ناخد الروايح بتاع البصل فيهم، يعني قال شاورما. محبتش ان انا اعمل شاورما واعملهم قطع صغيرة واحط فيهم زبادي والكلام ده، لا هما كده طعمهم هيكون جميل. ليه؟ متحمرين في سمنة بلدي وقطعة البصل دي والكلام ده، مع رشة فلفل ورشة ملح، بقى احلى سندوتشات. هنا كان دمست الفول استوت من بدري، كنت بسخن ليها مية عشان ازودها كمان. هناخد الفول دلوقتي. فانا عملت البطاطس والفول بزبدة، والبتنجان والطعمية قلناها في الزيت، خلاص كده تمام وزي الفل. قطعة زبدة وهنزل عليها بمعلقة زيت علشان خاطر الزبدة ما تتحركش، والزيت بيخلي الفول بيلمع كده وجميل. انتوا عارفين لما بكون بعمل حاجة فيها زبدة بحب احروج الزبدة شوية، اخليها تاخد لون غامق، تخلي طعم الحاجة اللي هعملها بتكون جميلة، اللي هو ايه يعني فول بطاطس ده، يعني مش الطبخ، لا قصدي على الفول يعني. الفول انا مش ههرسه بالشوكة، انا هسيبه زي ما هو، واحنا جاء على الاكل هنهرسه بالشوكة مفيش مشاكل، بس انا هخليه زي ما هو عشان يبقى شكله حلو في الاطباق، وفي التصوير يبقى شكله حلو، لكن مش هناكله زي ما هو، لا انا ههرسه بعد كده. عملت خيار وعملت طماطم واحد شطة، مكانش فيه داعي للسلطة خلاص، في جرجير وفي خس وفي بصل اخضر مع الطماطم والخيار، فما كانش ايه لازم اعمل سلطة، حاجة من الاتنين. هنا كان المغرب أذن خلاص، بدأت إن أنا أقدم الأكل. حطيت طبقين بطاطس وطبقين فول مع الطعمية، والبتنجان عملت له دقة بتومة، وعملت عليه واحد شطة أحمر، ما كنتش طلعت هرسة الشطة من الفريزر عشان مش عايزة أحطه لهرسة شطة عشان حماتي ما تتعبش، فسبته كده. عملت واحد شطة كده، وبعد كده لما حطيت ليها شلت الشطة بسهولة. وهنصب عصير الجوافة كمان دلوقتي، وهنعمل السندوتشات كمان. يا رب ما كنش دوشتك ولا ازعجتكم، ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. وعنينا لامريكا والغير امريكا اللي هيطلب مننا حاجة ان شاء الله مش هتأخر، اي وصفة اي حاجة انتوا عايزينها اؤمروا ولا اي مشكلة.
بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.